طبعا لاول وهله كده، لاول بص عليها هتقولوا دي كفته الحاتي، كفته اللحمه بتاعتنا اللي متعودين عليها. دي كفته فراخ. وتعالوا بقى اقول لكم كمان بالطريقه والوصفه. وبصوا، بصوا بسم الله ما شاء الله متماسكه ازاي. بصوا كمان من جوه حلوه قوي قوي. ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى نعمل مع بعض الكفتة احلى من بتاعة الحاتي كمان. يعني هنعمل كفتة بالفراخ احسن من بتاعة الحاتي، احسن من بتاعة الحاتي، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. عندك طبعا كمية الفراخ اللي انت عايزاها. انا الحقيقة ادي خدت نص فرخة، يعني صدرين بتوع الفرخة العادية. جبت فرخه. الحقيقه انا ما بحبش اجيب الفراخ، قلت الكلام ده في كذا حاجه قبل، في كذا فيديو قبل كده. مش بحب اجيب الصدور اللي هي الجاهزه، فبجيب فرخه واخد منها الصدور بتاعتها عشان ابقى ضامنه ان الفرخه صاحيه قدام عينيا. خلاص جبت صدرين من الفرخه كده، هركنهم بقى على جنب. دلوقتي هركن الحاجه دلوقتي هنتكلم عليها واحنا شغالين فيها عشان ما اضيعش وقتكم على الفاضي. الصدرين بتوع الفرخه هحطهم دلوقتي عندي هنا في الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هفرمهم. عايزه افرم الاول الصدرين قبل ما اعمل اي حاجه. كده خلاص فرمنا الفراخ بتاعتنا. بس خطوه مهمه قوي سواء لحمه او فراخ وانت بتعملي الكفته، عايزاها يبقى فيها عرق كده وتمسك في بعضها، لازم تحطي الملح في الخطوه دي. انا هحط الملح بتاعي حتى لو بقى ناقص ابقى ازود يعني شويه كده بس. خلاص وارجع للفوم تاني مع بعض حتى لو اتفرمت، عشان دي اللي بيخليها تديها ايه، مطه حلوه كده. خلاص كده فرمنا الفراخ بتاعتنا وهنسيبها بقى في الكبه كده. وتعالوا نشتغل هنا في القالب اللي هنعمل فيه او في الطبق ده. اول حاجه هنعملها ايه، انا هاخد بصلايه وسط على حسب حجم الكميه اللي عندك من الفراخ، زودي تقللي على حسب الكميه اللي عندك. هبشر البصلايه الاول كده. بشرت بقى البصلايه. طيب عايزين بنجرايه بس واحده اصغر من دي، ولو كبيره كده انا هاخد النص بس، نص البنجرايه بس. هبشر نص البنجرايه كمان على البصله كده. بشرت البصلايه والبنجرايه. هنفضي بقى الكميه بتاعتنا كلها كده في الطبق. طبعا البنجر والبصل هينزل ميه كتير، انا الحقيقه مش عايزه فيه ميه خالص خالص. هنزل عليه دلوقتي بحبه ميه ملح صغيرين عشان اعرف اخرج الميه كلها اللي في البنجر واللي في هقلبهم الاول كده اهو، وهتك عليهم كويس قوي اخرج اي ميه فيهم، علشان انا مش عايزه الميه بتاعه البنجر ولا البصل. اهو هميل الطبق كده وهعصر بقى كويس قوي اطلع الميه كلها. خرجنا كده. بصوا الميه اللي نزلت منه قد ايه، كميه ميه كتير يعني مش قليله. الميه دي هنعوزها مش هنرميها، هنعمل بيها دلوقتي، هتشوف هنعمل بيها ايه. خلاص هنركن الميه بتاعه البنجر والبصل كده على جنب. هروح بس اغسل ايدي واجيلكم. بعد ما صفينا بقى الميه خالص بالشكل ده، هقطع شويه بقدونس كتير قليل برضو زي ما اتفقنا، يرجع لذوقك انت يعني. قطعنا عود البقدونس رفيع على قد ما نقدر كده، يعني شويه البقدونس بتوعنا. عندي قرن فلفل رومي او حراق براحتك زي ما تحبي، بس يستحسن يعني انك تشيلي البذر اللي في الفلفل ده اهو. شيل بس ريحته حراقه قوي على فكره. هقطع بقى الفلفل بتاعي كده بعد ما شلت البذر خالص بالشكل ده، وهقطعه برده حتت رفيعه خالص عشان حتى لو ما اتفرمش مع كويس يبقى متقطع يعني في وسطهم حلو يعني اهو. قطعنا كمان قرن الفلفل عليهم، يبقى دلوقتي البصل على البنجر على البقدونس على قرن فلفل. طب هنحط ايه؟ عندي بهارات تتبيله فراخ، وعندي فلفل اسود وشويه كزبره، شويه شطه لو عايزين، شويه كمون، ودول حبه جوز جنزبيل بودر. انا ما كانش عندي بقسماط، والوصفه دي بتاخد تقريبا 3 4 معالق بقسماط الكميه دي كده. ما كانش عندي الحقيقه بقسماط، كان عندي رغيف عيش فينو من بتاع المدارس ناشف. انا قلت اقول لكم بالمره عشان ايه، كان رغيف عيش فينو ناشف رحت فرماه على طول، يعني رغيف عيش فينو ناشف اهو. هنزل بيهم كلهم كده على الخلطه بتاعتنا الحلوه دي. وبعد كده هروح نازله ببيضايه واحده اهو على الخلطه بتاعتي. ما ننساش الملح اللي احنا حطيناه على الفراخ، احنا حطينا ملح على الفراخ بس لو حبينا نزود. هروح اجيب كمان اضافه. خلاص كده. وهنزل كمان بمكعب مرق. طبعا هو الكفته فراخ ومكعب مكعب مرق، فهيعزز اللون قوي، الطعم قصدي. وهاجي بقى على الفراخ بتاعتي اللي انا فرمتها وهنزل الخلطه دي كلها. الفرخه مفرومه والحاجه متقطعه صغير، هديها لفه بس مع بعض، لفه حلوه كده يختلطوا مع بعض كويس قوي.
اوريكم لون اللحمه. انا نسيت ان دي فراخ اساسا، واللي هياكلها مش هيعرف دي ايه على فكره، فراخ ولا لحمه. يعني انت ممكن بقى براحتك، عايزه تقولي لحمه قولي، فراخ قولي براحتك. هنزل عليهم بمعلقه، معلقه صغيره من بتاعه الشاي بيكنج باودر، اسفه دايما انساه، بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج باودر. ليه البيكنج باودر؟ عشان بيديله هشاشان حلو قوي. خلاص بس هديها لفه مع بعض عشان يتقلب كويس. خلاص فرمناه بالشكل ده كده اهو. هنلمه بقى طبعا اللي يشوفه كده طري. طب هنعمله كفته ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. احنا هنحطه في الطبق وبنغطيه وبنحطه في التلاجة، يعني يتشمع كده في التلاجة، ولحد البقسماط اللي احنا حطيناه يتفاعل معاه، يعني ينفش معاه. طب في حاله لسه طري كده مش عارفه امسكه، زودي شويه بقسماط كمان. لكن لو تماسك معاكي خلاص ما تزوديش حاجه. خلاص هفضيه بس كده واسيبه يرتاح كده في التلاجة نص ساعه اهو. بصوا ما شاء الله خلطه حلوه قوي. كفايه ان هي فيها بنجر وفيها حاجات ايه مغذيه كتير. هفعص كمان دلوقتي عليها فص توم. انا نسيت الحقيقه احط فص توم، هجيب بصراحه فص توم كمان كده. جبت فصين توم كبار، هروح بقى انزل بيهم. انا بصراحه نسيت، انا كان المفروض احطهم يعني قبل ما اخلط الخليط بتاعي كله، بس نسيتهم. فص واحد بس، يعني فص واحد كبير او 2 كبير يعني وسط كده. خلاص هقلبهم بقى كويس قوي كده. بصوا كل ما تقعد الخلطه دي ما تخليهاش تغركوا، يعني في اول ما بتخلطيها بتبصي تلاقيها ايه طريه قوي. فلا اوعي تتخدعي يعني، وتخدعك وتحسسك ان هي مش هتمسك. بقسماط اول ما يقعد معاها شويه كده في التلاجة نص ساعه بتبصي تلاقيها تماسكت خالص. فالحقيقه انا هحطها دلوقتي نص ساعه وارجع لكم تاني. خلاص بعد ما سبتها نص ساعه بسم الله ما شاء الله اتمسكت، البقسماط تتفاعل معاها يعني نفش كده ومسك العجينه بتاعتنا. هوريها لكم دلوقتي. طيب الميه اللي خرجناها من البنجر والبصل هنعمل بيها ايه؟ هنحط عليها دلوقتي شويه زيت حلوين كده اهو. طبعا احنا عارفين ان صدرين الفراخ ما فيهمش زيوت خالص، فاحط شويه زيت حلوين كده وشويه ملح وشويه فلفل صغيرين. احنا لا حاطين ملح، هحط شويه فلفل صغيرين اهو كده، شويه فلفل حلوين كده. هقلبهم كويس قوي مع بعض. قلب بس الخليط كويس قوي كده، الفلفل مع الزيت وميه البصل وميه البنجر. خلاص حتى لو الزيت ده، بصوا لو الزيت ده كتير اهو هحط في الطاسه اللي هعمل فيها شويه، هاخد شويه كده لان ايه مش هعرف اخد الميه، يعني عمل عازل الميه بين الزيت. خلاص هحط بقى ده كده على جنب. وتعالوا بقى للكفته بتاعتنا الحلوه دي. عندك عصايه شيش طاووق او قلم او اي حاجه انت بتصبعي عليها الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد الحته كده على قد الصباع الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ونبل ايدينا هنا في الميه والبنجر ده ونعمل كده علشان ما تشبطش معانا قوي. هنصبع بقى صباع الكفته على زي ما تحبي. هو يطلع معانا بصوا اصلا طريه، يطلع معانا منتهى السهوله. وهرص هنا في الصينيه اللي هعمل فيها على طول، لانها طريه، يعني طريه مش زي اللحمه. فتحطوها على طول، مش تحطوها في حاجه وترجعوا تاني. العص ايدي تاني كده من الميه بتاعه البصل وبتاعه البنجر، واروح ماسكاها في ايدي كده عشان ما تلزقش. لازم ايديكوا لو هتعملي بايديك الاثنين لازم تعصي ايديك الاثنين، كده مش هتعرفي تصبعيها اصلا. حتى لو ما تحطيش بقسماط كتير برضه عشان ما تحسيش انك بتاكلي عيش. هو اهو بصي هي مثلا ما شاء الله واقفه على السيخ اهو. بس انت بقى عشان ايديكي ما تشبطش فيها تبلي ايديكي في الميه والميه بتاعه البنجر. اولا ادتها لون حلو قوي، لانك تحسي اصلا ان دي مش فراخ، تحسي ان دي كفته لحمه مثلا اهي. وتنقلي بقى هنا كده على طول. خلاص كده هنعمل بقى الكميه بتاعتي كلها. انا مش هضيع، انا حبيت بس اوريكم الفكره، لان ممكن حد يجي يعملها يلاقيها طريه قوي في ايده مش هيعرف يمسكها. بلي ايدك، بلي بقى السيخ اللي انت هتعملي عليه علشان ما يشبطش منك اهو. بس مجرد ما بتولعي النار خلاص هي بتبصي تلاقيها قفشت على طول على النار وما بقتش طريه ولا تفك ولا اي حاجه. هتشوفوا دلوقتي لما نحطها على النار. خلص بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. حطينا الكفته بتاعتنا على اعلى حاجه في النار خلاص، لان الطاسه طبعا بارده مش عايزينها تشبط فيها. وحطينا، عايزه تحطي معلقه سمنه حطي، بس انا الحقيقه هستكفى بشويه الزيت اللي حطيتهم. خلاص انت عايزه بقى تحطي حته سمنه تمام. طفت شويه ميه بنجر وشويه ميه بصل. هقول لكم هتعملوا بيها ايه دلوقتي، بس لما الفراخ معانا تشمع شويه. ما شاء الله صدرين فراخ طلعوا كميه حلوه قوي. صباع كبير قوي على فكره. لو عايزين تعملوا بقى صغير التشكيل ده بتاعكم انتوا بقى. تعالوا بصوا بقى، مجرد بس الطاسه ما سخنت هنبص بقى على، انا معليه النار زي ما قلت لكم على الاخر. بصوا بسم الله ما شاء الله تقلب معاكم بمنتهى السهوله، لان احنا حاطين فيها بيض وحاطين فيها كمان بقسماط. هي كانت سايحه خالص. بصوا المنظر تحفه الصراحه.
هتاكلوا احلى فراخ والله بجد. ريحه الفراخ دي حلوه قوي 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 بجد، لازم تجربوه. طبعا حلوه قوي 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 بجد. الوصفه دي لو حطيتوا زيت قليل خالص تنفع للي عامل رجيم، حلوه جدا. وكمان اللي عنده ضعف حديد، لان احنا عارفين ان البنجر مدعم بالحديد بسم الله ما شاء الله، يعني في كميه حديد كبيره. طيب الميه ميه البصل، اول ما اقلب على الوش الثاني ويشكل كده اهو. بصوا بقى، مش عايزه اقول لكم، انت يا ريت يكون التليفون موصل لكم الريحه، حاجه يعني بجد بجد عظمه. بصوا تقلب لوحدها، حاجه كده اتمسكت تماما. اوعوا تقفروا في موضوع انك انت تحطي بقسماط كتير عشان ما تحسيش انك بتاكلي عيش. شويه الصغيرين دول، وحاولي انت زي ما وريتك كده بميه البصل هتعرفي، او نقطه زيت. بصوا اللون بقى، بصوا العظم. اول بقى خلاص بصوا ما تلاقوها كده ايه اتحمرت من الناحيتين بالشكل ده. بصوا اهي، يعني من الناحيتين خدت لون من تحت ومن فوق اهو. خلاص هنا في المرحله دي هوطي عليها النار خالص خالص عشان تستوي من جوه. تعالوا بقى بعد ما وطينا عليهم النار كده نبص عليهم ونشوف الدنيا ايه عامله فيه. خلاص كده انا متاكده انه استوى 100%. خلاص اهو، بسم الله ما شاء الله. بصوا ماسكه نفسها قوي يعني، بصوا حلوه قوي قوي بجد، يعني حاجه كده ايه تحفه تحفه، هتعجبكم ان شاء الله. طفيت النار بقى وحطيت طبق في النص، وهحط حته الفحمه كده في النص في الطبق، وهنزل عليها بنقطه زيت اهو. ونروح كاتمين بقى بسرعه باي حاجه كده عشان عايزين ناخد ريحه الشويه الحلوه. خلاص كده سيبناها بقى، اكيد خلاص الدخان. بصوا الريحه، والله الريحه بجد حلوه بجد بجد، حلوه قوي قوي قوي. جبت بقى رغيفين عيش وفتحتهم بالشكل ده، وحطيت عليهم شويه بقدونس، وهنروح رصين بقى الكفته بتاعتنا الحلوه دي. يعني بذمتكم دي مش احلى فعلا من كفته الحاتي؟ لازم تجربوها، واوعي تنسوا اللايك. اللي هيشوف الفيديو ده وهيعجبه هيجربوا الكفته، انا متاكده انها تعجبه. هزعل قوي لو ما حطيتوش اللايك. يا رب تكون طريقتي عجبتكم، لو عجبتكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. شكرا ليكم، سلام عليكم.